تعالوا معايا هوريكم محل في برلين ما بعرفش اعدي من جنبه غير لما ادخله. لازم حاجاته تهبل. المحل هو محل بيبكو. بص، مبدئيا كده هو المحل مش موجود في اماكن كتير قوي، بس هو موجود في كذا مدينة، ومن حظنا الحلو ان هو موجود في برلين. فتعالوا معايا هوريكم الاسعار عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده الاسعار بتبدا من 2.5 1.5. شرابات بيورو 80 سنت، ب2 يورو. ملابس اطفال اسعارها رخيصه جدا. انا مش عارفه الاسعار بجد، اسعار ارخص من شي ان ومن المواقع الصينيه. وهنا في المانيا، والماتيريال قدامك، كل حاجه بتجيبيها في نفس اللحظه، مش هتضطري تستني شحن والجو ده. وكمان عندهم ديكورات، وعندهم ادوات مطبخ، وعندهم مفارش، فوط، حاجات لتظبيط الطاولة، حاجات الورد صناعي. والحلو كمان ان هو عندهم حاجات البيكنيك. انتوا عارفين ان انا مجنونة بيكنيك، دايما بطلع بالجو ده واعمل بيكنيك بره، فبالتالي دايما بحتاج من عندهم حاجات. وكمان اسعارها حلوة جدا. انا بجد ببقى مذهولة من الاسعار. يعني وانتوا بتتفرجوا كده ركزوا على الاسعار. يعني مش عارفة اوصفها لكم كلها، بس بصوا الحاجات دي ب2.5. اسعار عامله ازاي خطيره. الديكورات عنده حلوه جدا، تحفه. لو حد قاعدين في برلين لازم تروحوه. لو قاعدين في مدينه تانية سريشوا على اسمه. اتمنى يكون موجود في المدينه بتاعتكم، لان بجد بجد هيعجبكم قوي. انا هنا كنت معديه قدامه، وطبعا ما ينفعش اعدي قدامه من غير ما ادخل. والله ما كنت رايحه اساسا انا بس دخلت المول، حسيت ان هو جوه، لقيت نفسي كده قلبي بياخدني، وبدخل وبقعد اتمشى، وقعدت كذا ساعه جوه المحل. وطبعا يا كتكتي قلبي ما كانش ينفع ادخل اتفرج لوحدي، كان لازم اصور لكم فيديو بحيث ان انتوا تتفرجوا معايا على الاشكال الكيوت بتاعته. دايما هو بيبقى حاطط عنده حاجات اللي هي مش تقليديه. يعني بصوا الليفه مثلا افوكادو، فراوله، حاجات اللي هي تحسوها كيوتي كوري كده في نفسها. وبس والله لو وصلت لحد هنا تعالوا انستجرام، وباي باي.